الهلال السوداني فريسة سهلة أمام القطن الكاميروني في السودان. عقوبات الكاف للهلال السوداني كالآتي: عقوبات لطبيب الهلال السوداني عوض الجعلي 4 مباريات حرمان من النادي الهلال السوداني، زائد غرامة 10,000 دولار يتحملها طبيب الهلال السوداني. وأكيد طبعا اتكلمت عليه كتير وقلت من البداية من بعد المباراة على طول، قلت لازم الطبيب دون يتعاقب، لأن مش أخلاق طبيب اللي حصلت منه ضد لعيبة النادي الأهلي. وعلى مسؤول الصيانة ومسؤول النظافة بنادي الهلال السوداني غرامة 20,000 دولار عشان خاطر سايب حجرات اللبس بتشر من الطرنشات من كل مكان عليهم وعلى الضيوف اللي بتروح لهم. عقوبات الكاف أو اتحاد الكرة الأفريقي للهلال السوداني من كل مكان من كل جوانب، زي الطرنشات بتاعت حجرة الملابس بالظبط. والنهارده الهلال السوداني هيقابل القطن الكاميروني وكأنه بيلعبوا في ليبيا زيه زي المريخ السوداني بالظبط، لأن الهلال ما عندهوش إلا غير 30 فرد فقط لا غير اللي يحضروا المباراة، من ضمنهم 10 من الاتحاد الكرة الأفريقي و10 من اتحاد الكرة السوداني وال10 من الهلال السوداني. يعني معنى كده الهلال السوداني لو بيلعب خارج أرضه وهيقابل القطن الكاميروني أفضل من إنه يلعب في السودان. كسرة نفس للهلال السوداني. وقلنا كتير الأهلي ما بيهزرش، الأهلي ما بيهرجش، ما تجيش على الأهلي، لأن خصم الأهلي هنا مش هين، بيوقع أي حد يعمل أي ظرف في النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي مش بيسيب حقه. شوف إيه اللي حصل لك بقى كده، أنت هتقابل القطن الكاميروني في أرضك كأنك بتلعبه خارج الأراضي السودانية. اتحاد الكرة المصري يا ريت نعرف ليه تأجل مباريات فيوتشر بيراميدز الزمالك والنادي الأهلي لا، يا ريت نفهم ليه. يعني لا تكون فاكر مثلا إن الأندية دي هي اللي هتقابل بيراميدز عشان كده أجلت ليها وما أجلتش للأهلي. طب إيه القصة بالظبط؟ عاوزين نفهم اتحاد الكرة ليه الكيل بمكيالين كده، وليه على الأهلي تحديدا بالذات؟ يعني ليه؟ في إيه؟ أجلت للثلاث فرق دول فيوتشر بيراميدز الزمالك، بالتالي اوريدي اتأجل للنادي الأهلي. إنما اللي بيحصل منك عكس كده بالظبط اتجاه النادي الأهلي، وأنت شايف الإصابات الملحقة بالنادي الأهلي بتعمل كده لصالح مين؟ يا ريت نفهم اتحاد الكرة بيعمل كده في النادي الأهلي أو رابطة الأندية بتعمل كده ليه في النادي الأهلي أو لصالح مين تحديدا؟ واتحاد الكرة المصري يا ريت نعرف حضرتك ليه ما أبديتش رأيك لحد دلوقتي في قضية مرتضى منصور إنه هيرجع الزمالك ولا مش هيرجع الزمالك. المفروض أنت اتحاد الكرة المصري انت اللي تتكلم، ومنوط انك انت تتكلم اثناء بدلا عن الجماهير والانديه. ده انت الوحيد اللي انت تتكلم بقياده جمال علام، حازم امام، محمد بركات، اللي ما فيش منه بركه خالص للنادي الاهلي. محمد بركات ما فيش منه اي بركه للنادي الاهلي، سايب الاهلي كده لايص كده، ما بيقولش رايه خالص في الاتحاد المصري. ما يقولش طب احنا اشمعنى الاهلي يا جماعه اللي مش هنأجل له مباراته عشان خاطر هو هيقابل صن داونز المباراه اللي بقى المقاولون العرب. انما طبعا محمد بركات لا حول له ولا قوه في اتحاد الكوره بين جمال علام وحازم امام.